البداية دايما هنا. هتتكلم عن هنيدي، السقا، طارق لطفي، منى زكي، فتحي عبد الوهاب، يبقى لازم نأكد ان البداية من هنا. الصعيدي اللي في الجامعة الأمريكية اللي بيقلب موازين السينما وبيعلن بداية حقبة جديدة. ولادة ممثلين صف أول تلاقي، ممثلين صف تاني برضو تلاقي. حلاوتك يا طعامتك، ما انا كمان جاي معاك. حتى المنتجين برضو دي كانت بداية حقبة جديدة بالنسبة لهم، وأهمهم طبعا عيلة العدل اللي استغلوا نجاح صعيدي في الجامعة الأمريكية صح، ولقطوا ان في بداية جيل بيتولد على ايدهم وبياخدوا معاهم الريسك بعد نجاح صعيدي في الجامعة الأمريكية اللي كانت تاني تجربة سينمائية ليهم بعد فيلم البطل لأحمد زكي. لكن نجاح صعيدي كان غير، إيرادات وفرقعة وجيل جديد بيشق طريقه وليلة. فيلا نعمل فيلم بطولة تاني لهنيدي ويعملوا همام في أمستردام، تركيبة تنجح أي فيلم. قصة كفاح وصعود، كوميديا طبعا، شوية دراما، قصة حب، البطل بيسافر لبلد تانية يبدأ فيها حياته، وأغاني حلوة تعلق مع الناس. اسم الكريم همام. هوب الفيلم ينجح ويكسر الدنيا. طب هات بقى فتحي عبد الوهاب مع احمد عيد واحمد رزق ويلا نجرب، اعمل فيلم ثقافي. تلفزيون وفيديو يبقى معاكم فيلم. طب بص، هات لي بقى السقا مع احمد عيد وحط لي عليهم شريف منير. انا اسمي خالد المصري، ما فيش واحد في شرم كلها ما يعرفنيش. برضه خلطه حلوه وبتنجح. هنا السقا تحسه زهق وعايز يجرب حظه لوحده، فبيلعب مع شركه انتاج تانية غير العدل جروب، الشركه العربيه اللي مالكتها اسعاد يونس. الجام بتاعنا عايز ياخد فرصته، وماله، السقا في الوقت ده كان يستاهل ياخد فرصه البطوله المطلقه بعد ما لمع في صعيدي في الجامعه الامريكيه، واثبت نفسه بعدها في دور ادريانو في همام في امستردام، والناس حبته في البطوله المشتركه اللي عملها مع شريف منير واحمد عيد في فيلم شورت وفانيلا وكاب. فجه الدور عليه انه يجرب نفسه في البطوله المطلقه، ومن غير اي مخاطره بفكره جديده قابله للنجاح او الفشل. الاختيار كان فيلم افريكانو اللي كتبه محمد امين واخرجه عمرو عرفه كاول فيلم طويل من اخراجه. بالنسبه لي فيلم افريكانو هو نفس تركيبه فيلم همام في امستردام تقريبا، وهقول لك ليه. الفيلم بيبدا وبنتعرف على بدر اللي بيشتغل دكتور بيطري في حديقه الحيوانات، وبيحاول ياخد الماجستير والبحث بتاعه في السلوك الذهني للحيوان وتاثيره على عمره. السلوك الذهني يا فندم للحيوان وتاثيره على عمر الحيوان يعني. يا ابني الاعمار بيد الله. ده رد الدكتور اللي المفروض بيناقش الرساله بتاعت بدر، في دلاله ان بدر بيدن في مالطا، وان البلد هنا مش مساعداه ينجح ومش لاقي نفسه. عايز تعمل ابحاث عن الحيوانات في بلد ما فيهاش ابحاث على البني ادمين. بيقرر بدر انه هيسافر لعمه جنوب افريقيا، وان هو ده الحل الامثل بالنسبه له عشان يكون مستقبله. المشكله بس انه بيتصل بعمه بقاله اسبوعين والتليفون مقفول. المشهد اللي بعده بيوصل شاكر نجم الدين المحامي الخاص بعم بدر، واللي بيبلغه ان عمه مات من اسبوع، وان الورثه المفروض انهم يسافروا جنوب افريقيا عشان يحضروا توزيع الميراث. بدر بينوي انه مش بس هيسافر عشان الميراث، وانه هيكمل حياته في جنوب افريقيا بحثا عن تحقيق الذات. المشهد اللي بعده بدر والمحامي وعصام جوز اخته بيوصلوا جنوب افريقيا، وعصام اللي هو احمد عيد كان هو اللي بيقوم بالجانب الكوميدي لوحده طول احداث الفيلم، رشاش افيهات من اول مشهد لحد اخر القصه. ايجيبت 2-0 قطعناكم بركينا فاسو. وكان بيسنده شويه حسن حسني رغم انه كان يعتبر فيلم في قصه الفيلم. المهم بيوصلوا وبتقابل بدر شويه مشاكل بسيطه كده، اولهم ان بنت عمه بتقابله بطريقه سيئه جدا اعتراضا منها على سبب وجودهم اصلا، وانهم جايين عشان الميراث. شرع ايه وقانون ايه اللي يقول ان محدش يسال فينا غير لما دادي يموت؟ المشكلة التانية والأهم إنهم بيكتشفوا إن البارك اللي ورثوها أصلا البنك هيحجز عليها، لأن عم بدر أخد كارد بضمانها قبل ما يموت، ومش فاضل غير أسبوع واحد والبنك ينفذ ويحجز على البارك، وبتتبخر كل أحلام بدر اللي رسمها لنفسه، وبيقرروا إنهم يرجعوا تاني على مصر. إذا كنت جاي عشان الورث الورث راح، وإذا دايما بتقول عشان عمك كمان راح. الجملة دي بتكون السبب إن بدر يقرر إنه ينط من القطر اللي راجع بيه هو وعصام، عشان حس بإنه قد إيه شكلهم وحش وهم راجعين بعد ما موضوع الورث ما باظ. ولما بيرجع بيبتدوا يفكروا إزاي يرجعوا البارك تاني، وأول حاجة بيعملوها إنهم بياخدوا مهلة أكبر من البنك، وبعدين بدر بيبتدي يشتغل على الحيوانات اللي سلوكهم عدواني جدا، وبسبب كده البارك أخد أمر بالغلق لحد ما بينجح إنه يعالج الحيوانات، طبعا بحكم إنه أصلا دكتور بيطري، وبينجحوا فعلا إنهم يفتحوا البارك. واثناء الرحله دي بتتغير معامله جميله ببدر، وبتنشأ بينهم علاقه حب، وبدر بيحاول يثبت لها انه فعلا بيحبها بقرار غريب جدا. ده هيثبت لك انك ايه. المهم بيكتشفوا ان مرات ابو جميله مرافقه انكل جو ده اللي هو واحد من ملاك البنك واللي عينه على البارك، وهو اللي ورا كل المشاكل اللي كانت بتحصل للحيوانات في البارك. وبنكتشف انه كان بيدبر المؤامرات اللي بتحصل طبعا في البارك كمان بمساعده شاكر المحامي، لدرجه انه لما بيلاقيهم بينجحوا وبيفتحوا البارك للجمهور من تاني، وان ده كفيل يخليهم يقدروا يسددوا قيمه القرض للبنك والبارك هتروح منه، بيقدر يدخل لهم اسد سعران جوه البارك. لكن بدر بمساعده اللي حواليه بيقدروا انهم يصطادوا الاسد ويتخلصوا منه، وبعدها بيعلنوا خطوبه
تجربه بدر وجميله. المحامي شاكر بيختلف مع جو وبيرفض فكره الاسد والقتل، فجو بيقول له ان الاسد اللي موتوه ما كانش لوحده وان الاسد سيزر كمان موجود معاهم دلوقتي في البارك. بيختلف معاه شاكر وبيروح بسرعه على البارك عشان يلحقهم، وبيلحق بدر فعلا وبيقتل الاسد سيزر قبل ما يوصل لبدر، وتوته توته خلصت الحدوته على فرح بدر وجميله وسط البارك والحيوانات والممثلين الطيبين. سريعا كده لو قسمنا الفيلم هتلاقي زي ما قلت لك هو استثمار لنجاح فكره همام في امستردام. الجزء الاول من الفيلم البطل هنا وهنا ما كانوش لاقيين نفسهم في مصر، بس دايما حاسس ان طير محبوس جوه قفص. الاتنين عندهم حد يسافروا له بره مصر، واحد هيسافر لخاله هولندا والتاني عايز يروح لعمه جنوب افريقيا. كل واحد فيهم اول ما بيسافر الدنيا مش بتمشي معاه زي ما هو عايز. همام بيضيع الورقه اللي فيها عنوان خاله، وحتى لما بيوصل له خاله بيقول له يعتمد على نفسه وانه مش هيساعده. اما بدر فمن قبل ما يسافر عمه بيموت، وحتى الورث اللي عمه سابهوله طلع فيه حوارات وبيقرر يرجع تاني. الاتنين بتجيلهم لحظه استسلام في نص الاحداث، لكن برضه بيقرروا انهم هيستمروا رغم الظروف اللي بيمروا بيها. الاتنين طبعا بيمروا بقصه حب، والاتنين بينهوا الفيلم وهم بيتجوزوا. ونسيت اقول لك ان القصتين متغلفين بالطابع الكوميدي، بس همام بطله اصلا كوميديان، لكن افريكانو عشان السقا مش كوميديان فكان لازم يكون معاه احمد عيد طول احداث الفيلم عشان يعوض حته الكوميديا. يمكن الفرق ان فيلم همام كان فيه اكتر من اغنيه علقت مع الناس، لكن فيلم افريكانو اكتفى بالموسيقى التصويريه اللي عملها العالمي خالد حماد، واللي بالمناسبه هو اللي كان اشتغل الموسيقى التصويريه لفيلم همام. في النهايه الهدف من الفيديو ده اني اولا افكرك بفيلم انت عارفه كويس، بس مفيش مانع من اننا نفتكر الافلام اللي انا وانت كبرنا عليها وحبيناها. والسبب التاني ان عايز اسالك والاجابه عندك، ليه فيلم افريكانو مش اخد حقه؟ ليه ما نجحش النجاح الرهيب؟ وليه ما بيتقالش انه من احلى افلام احمد السقا رغم انه فيلم فيه كل المقومات للنجاح؟ في النهايه لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك عشان الفيديو ينتشر اكتر، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تشوف الفيديوهات الجايه ونتناقش فيها كالعاده. وربنا يبعت لك ايام حلوه ايا كان مكانك على وجه الارض.